السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بسم الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. الوقت أنا عاملة صينية جوانح وأرجل زي ما انتوا شايفينها وبطاطس عاملاهم مع بعض زي ما انتوا شايفين قدامكم كده. صلوا على الرسول يا حبايبي عليه أفضل الصلاة والسلام. وعاملة رز أبيض، أنا قبل كده عاملة فرخة كاملة بنفس الطريقة، عشان كده أنا ما نزلتلكوش الوصفة بالظبط. لو حابين تعرفوا الوصفة والطريقة ادخلوا على الفيديو اللي فات بتاع الفراخ، هو نفس الطريقة عملت فيها، بس دي أرجل وجوانح، وعملت كمان شوية بطاطس عليهم. وهي نفس الطريقة اللي أنا عاملاها، ورز أبيض بيبقى طعمها زي الفل. أنا كان عندي الفراخ، وبقيت ألم الجوانح والأرجل وعملتهم صينية زي ما انتوا شايفين قدامكم كده. صلى على الرسول يا حبايبي عليه أفضل الصلاة والسلام. بصراحة أنا تعبانة، وبنتي اللي كانت طبخاهم، فأنا ايه قلت اوريهم لكم. انتوا زي ما انتوا عارفين ان انا ما بقدرش اقف في المطبخ قد كده اليومين دول، بس انا عاملاها. شوف لو انتوا تابعتوا الفيديوهات بتاعتي، عامله صينيه البطاطس دي قبل كده بالفراخ، بس هي بدل فرخه كامله حاطين فيها ايه، اجنحه، وحاطين فيها رجلين. طعمها تحفه والله، طعمها جميل جدا. لو انت عندك حبه من الرجلين او الجوانح او اشتريتيهم، اعمليهم نفس الطريقه اللي انا منزلاها بالفرخ اهو. مطلعين صوص جميل، وفي نفس الوقت بطاطس حلوة، وطعم اساسا الصلصة بتاعتها او التسبيكة بتاعتها طعمها تحفة اهو. طبق بسم الله ما شاء الله زي العسل، وده سخن وده سخن، وبألف صحة على قلوبكم. جميل جدا ومغمس وتحفة. واهم حاجة تعملي شوية صوص حلوين كده زي ما انت شايفة قدامك كده، مع بطاطس دايبة ما اقولكوش طعمها تحفة. صلوا على الرسول يا حبايبي عليه افضل الصلاة والسلام. وكنت بدوق النتيجة بقى، بشوف يعني الطبيخ عامل ايه. طعمه زي الفل وزي العسل اهو. اللي عايزة تعرف الطريقة بتاع الجوانح، تشوف الفيديو اللي قبل اللي فات او اللي فات تقريبا. انا منزلاه فيديو فراخ بنفس الشكل ونفس الطريقة تحفة. واللي وصل معايا لحد كده ما ينسانيش في اللايك والشير وفعل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد من مطبخ فتحية فايد. واتمنى الفيديو يكون سهل وبسيط ويعجبكم. تابعوا الفيديوهات حبايبي على صينية البطاطس بالفراخ كتير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بترككم في رعاية الله.